فرق كبير، انا 77. بسم الله ما شاء الله. بس فاكر الاجواء، بس لما بدا الوعي يكبر شويه الاجواء يعني مش زي 73 اكيد. يعني الجو استقرار، يعني انا نشأت في جو الاستقرار، غير بقى العصر الحرب وحد من العيله رايح الجبهه يعني الحاجات دي انا ما حسيتهاش. الحاجات دي انا ما حسيتهاش بالظبط. الحاجات دي انا ما حسيتهاش، بس انا طلعت لقيت الدنيا فيها استقرار. ماذا ابدعتي عن اكتوبر؟ والله انا في ديوان ليا اسمه كلاكيت كادر ثوره. الديوان بيتكلم عن الثوره، وفي جزء منه على هامش حرب اكتوبر. كتبت فيه بقى قصائد زي ملحمه عن الحرب، وفي قصائد عن خط بارليف، وفي قصائد عن الشهيد، يعني متنوعه. بارليف: قالوا بارليف سد مانع، قالوا بارليف حصن وقوه، قالوا سينا كمان بتاعتنا أرضنا وميراثنا نبوة، قالوا جيش من إسرائيل دولة مجد وشعب عظيم، سألوا ابن النيل عليها، قالوا غيلان شيطان رجيم، ضربوا السنة بإيد الشيعة وقالوا المسلم ضد القبطي، صبوا علينا كلام وخديعة لجلة فتنة تزيد وتخطي، رمل الحق في سينا عجيب، فوق الدم هلال وصليب، دم عساكر ويا طبيب، ضم المصري نيران ولهيب، تحرق فيهم ولا بتهيب أي مدافع أو رشاش، أصل المصري في حقه عنيد، لموا شتات الحلم يزيد ويفسر رؤيتكو شهيد، مصر منارة، مصر منارة وجيلها مجيد، زفوا الحلم لحد القصر، ومين هنا قال أنا حبي لمصر. لحظة عبور بارليف صوت الحناجر على، بالله أكبر شهيد رافع لراية النصر، بركان غضب، بركان غضب وانفجر بنيران تطول السما، والجند فوق الرمال تهتف بكلمة مصر، والدبابات بتهد زيف العدو بكفوف، والجند درع الوطن بيصد في الطواغيت، رجال رجال بقلب جسور واقفة لشبح الخوف، أمجاد أمجاد ونسل الفراعنة قلوبها كالديناميت، مينا وجيكا وأحمد صدوا العدو صهيون، مينا وجيكا وأحمد صدوا العدو صهيون، كالجسم في عز مرضه يتعافى بالوحدة، أكتوبر المجيد، أكتوبر المجيد رمز السلام والكون، تسلم يا دم الشهيد.